الرحيم. بسم الله نبدأ والحمد لله انتهى. النهارده هقدم لكم فيديو بسيط. بقوا ناس كتير عملته، بس في الحقيقة شيفات كتير عملته، بس انا ما عجبتنيش الطريقة، لان يمكن احنا عشان في بلدنا بنعمله بطريقة مختلفة ومتعودين عليها. وهي الوكا اسهل انواع الاكل، بس ليها تكات كده بسيطة هتبقى احلى انواع الاكل. فكده خطوة خطوة مع بعضينا، وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مقطعين الويكه دي كبيره، مقطعينها دبابة زي ما انتم شايفين كده. هنزيدها شوربه بس كده لحد بس ما تغلي وتستوي بس كده، وهقول لكم احنا هنعملها ازاي. حطينا مجين ونص شوربه، وهنسيبها بس تغلي كده غلوتين عبال ما تستوي، بس عشان خاطر انا هقول لكم هنفركها ازاي. انا ما عنديش مفرك. عندنا في البلد يمكن عشان احنا برضو معظم اكلنا زي اكلات الواحه كده، واكلات واحه نوح بتقدم لكم الاكلات البسيطه اللي هي يعتبر من الواحه او من يعني اكلات بيتي. فالمفروض عندنا يبقى مفرك، حاجه اسمها مفرك، بيبقى مصنوع من الخشب وبنفرك به الباميه، فعشان كده اسمها باميه. في ناس تسميها باميه فرك، وفي ناس تسميها ويكا وكده، بس هي اساسا ويكا. فانا هعملها لكم واضربها لكم ضربه بسيطه قوي في الخلاط، فهتدي نفس النتيجه. التكات بقى التانية انا هعملها لكم في الطشه بتاعتها، فهتعجبكم قوي. بس احنا قبل ما تغلي كده هنحط فيها حاجه تكه صغيره كده هتخليها اللون بتاعها مخضر قوي. دول شويه كزبره خضره، فانا عايزه الكزبره الخضره تغلي معايا، هتديكم اللون الاخضر قوي 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 للوجه. وادي شكلها لما استوت الويكه ماشي. فانا هوريكم برضه الدهن. هنحط لها مجين شوربه عشان تتضرب معانا سهل. دي الويكه خليك بقى مشغل عليها شات قبل ما اجيب كده غليت الباميه، فانا هركنها وهعمل الطش. طشة البامية لازم تكون السمنة فيها كتير اوي، عشان انا عايزة طشة الويكة دي تبقى يعني دسمة شوية، فالسمنة تبقى كتيرة فيها. واقول لكم بقى على التكة اللي ما بتخليهاش خضرة كده. يعني انا شفت ناس كتيرة بتعملها صاحية وبتحط عليها صلصة كتيرة، يعني زي ما تكون تخديعة كده، زي ما تكون بتعملها بقوطة. لا، احنا معلقة الصلصة غير الصلصة اللي انا شفتها في الفيديوهات قبل كده، اللي شفات يعني. مش بعدل عليهم، هو اكيد هم احسن مني في كل حاجه، بس انا بقول لكم على دي اكلنا احنا في بلدنا، او اكلات واحد نوح. هحط معلقه صغيره شطه، معلقه فلفل اسمر،
شايف اللون غير ازاي. احط شويه بس عليها عشان انا مش عايزه اعمل طاجن حلو. الحاجه الوحيده اللي ما بحطلهاش مرق دجاج اللي هي ايه؟ الويكه، عشان انا عايزه طعم اللون، مش عايزه طعم المرق. انما الملوخيه الخضراء عادي بنحط لها، الملوخيه الناشفه عادي، ملوخيه سمك بنحط لها ادي معلقه الصلصه اللي انا بقول لكم عليها اللي هتغير لون الويكه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الويكه. الخضار بتاعها ما راحش، واللون الاخضر اللي هو الفاقع اللي الناس كتير ما بتحبوش راح، واحلى ويكه تاكلوها في اكلات واحد نوع. وكده بقى انتهت حلقتنا الحمد لله، واتمنى تكونوا استفدتوا، وتكون اكله بسيطه وخفيفه، وتكونوا استفدتوا وعرفتوا تكات بسيطه في الويكه، وهتاكلوا احلى ويكه ان شاء الله. فما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. ونقول لكم ايه، الحمد لله الحلقه تمت بخير، ويا رب تكون ايه ضيفه خفيفه عليكم. وتابعوني ان شاء الله في فيديوهات تانية، وادعوا لي بقى بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.